الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في شهر رمضان، شهر المكرمات، شهر الطاعات، شهر الرحمات، شهر المغفرة والعتق والرحمة من الله سبحانه وتعالى. أسأل نفسي وأسألكم إخواني وأخواتي، ما أيسر الأعمال من بعد الصيام التي دائما أحرص عليها وأتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ بعضكم سيقول الصدقة، بعضكم قراءة القرآن، بعضكم سيقول أشياء كثيرة. أقول من أيسر الأعمال لي ولكم ولغيرنا من المسلمين، ذاك الغني وذاك الفقير، الرجل والمرأة، الكبير والصغير، المسافر والمقيم، ألا وهي قضية الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا في معرض ذكره لآيات الصيام في سورة البقرة، ذكرنا بالمنتصف عن قضية الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء بأن الإنسان يثني على الله سبحانه وتعالى: اللهم أنت الله الرحمن الرحيم الملك الصمد الحي القيوم، يثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وليس هناك من موجود أحب إليه من الثناء مثل الله سبحانه وتعالى. فكلما أثنيت على الله أظهرت العبودية والذل والخضوع والإنابة له سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك اعرض مسألتك له سبحانه وتعالى: اللهم أنت الغني وأنا الفقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربنا تقبل منا صيامنا دعاءنا قيامنا، اغفر لي ولوالدي وللمسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين. فمن أيسر ومن أحب العبادات له سبحانه وتعالى الدعاء، الذي فيه ماذا؟ إظهار التذلل. دائما أيها الأحباب الكرام، أنت حينما تحتاج إلى شيء من مخلوق ماذا؟ تأتي له بالكلمات اللطيفة الجميلة الرقيقة. فبني آدم اظهر ذلك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هناك المخلوق إذا دعوته وسألته يغضب عليك، والله سبحانه وتعالى إذا لم تسأله يغضب عليك. هل تخيلتم الفرق الكبير بين الغني العظيم مع هذا المخلوق الفقير المحتاج إلى الله، ومع هذا يصد الناس لو كان عنده شيء من الدنيا؟ القضية إذن من أيسر العبادات لي ولكم قضية الدعاء. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يذكرنا بقوله: الدعاء هو العبادة. إذن الأمر جميل ورائع جدا أيها الأحباب الكرام. تدعوه وأنت في صيامك، تدعوه وأنت في السيارة، تدعوه وأنت تمشي، تدعوه وأنت في فراشك، تدعوه وأنت جالس في خلوة، تدعوه حينما تنتظر بين الأذان والإقامة في المسجد. تدعو الله سبحانه وتعالى، إما تسبح، إما تهلل، إما تكبر، إما أنك تتعلق بالباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل ذلك دلالة على قضية ماذا؟ أنك فرق بينك وبين ذاك الإنسان من هو ميت وإن كان يمشي، لأن الفرق بين الحي وبين الميت هي قضية ماذا؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا ألهمك الله سبحانه وتعالى الدعاء، وإذا الله يسر على لسانك بأنك تدعوه تناجيه، بأنك تريد الاطمئنان لقلبك، بأنك ماذا؟ تريد أن تستشعر الامتنان له سبحانه وتعالى بالدعاء والثناء والشكر والحمد، فاعلم أن الله يحبك. إذا الله سبحانه وتعالى وفقك للثناء عليه ولدعائه، فاعلم أن الله يريد لك الخير. فلماذا نهجر هذه العبادة الكريمة الجليلة أيها الأحباب الكرام؟ بعض الناس والله أنا أتعجب من لسانه صامت، والله يبتعد لا عن الأوراد ولا عن الأذكار ولا عن التحصينات، ولا حتى أنه بعد الصلاة ينتظر يذكر الله سبحانه وتعالى. فمواطن الدعاء كثيرة وجميلة جدا، فمن أيسرها ومن أروعها في العبادات الدعاء، وخصوصا لشرف هذا الزمان ألا وهو رمضان، بأنك ماذا؟ حينما تؤدي الصيام وحينما تؤدي الصلاة وحينما تؤدي الصدقة، فماذا تريد بعد ذلك؟ تسأل الله القبول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قالها عبد مخصوص في عمل مخصوص في موضع مخصوص عند رب الأرض والسماء. قالها إبراهيم لما أمره الله سبحانه وتعالى ببناء الكعبة وهو يبني، دعا الله سبحانه وتعالى: ربنا تقبل منا. وأنت بعد صيامك وأثناء الصيام وفي الصلاة تدعو الله بالقبول. فإذا من أيسر الأعمال والله لا تكلفنا شيء، ومن أروعها عند الله سبحانه وتعالى ويحبها الله منك دائما الدعاء. فادعوا ربكم، ادعوا الله سبحانه وتعالى لكم ولغيركم بالخير والتوفيق والقبول. فالله أسأل أن يبارك فيني ويبارك فيكم، وأن يتقبل منا صيامنا ودعانا، إنه ذلك القادر عليه. والسلام عليكم.